متابعين الكرام، قناة الأردن ترحب بكم وإليكم النشرة الجوية الأردنية لهذه اليوم الاثنين. أجواء باردة اليوم وغدا وانخفاض الحرارة الأربعاء. يكون الطقس اليوم الاثنين باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وتتأثر المملكة تدريجيا الأربعاء بامتداد منخفض جوي، حيث تسود أجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتدريجيا تمتد الهطولات لتشمل أغلب المناطق. قد تكون الهطولات في ساعات المساء والليل غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ما قد يؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها المناطق الغورية والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. كما تنخفض الخميس درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس باردا وغائما وماطرا بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ما يودي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها المناطق الغورية والبحر الميت. كما تمتد الهطولات في ساعات الليل لتشمل أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين من 15 إلى 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان من 13 إلى 6، وفي المرتفعات الشمالية من 11 إلى 4، وفي مناطق البادية من 17 إلى 8، وفي مناطق السهول من 16 إلى 7، وفي الأغوار الشمالية من 22 إلى 13، وفي الأغوار الجنوبية من 24 إلى 14، وفي البحر الميت من 23 إلى 14، وفي خليج العقبة من 23 إلى 13 درجة مئوية.